السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ معاكم جيجي من قناة وصفات مع جيجي كل حياتي. النهاردة يا حبايبي هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا. وصفتي النهاردة للثة. في ناس بتبقى اللثة بتاعتها مصفرة كده وبيبقى عليها جير. النهاردة هنعمل وصفة جميلة جدا للتخلص من الصفار بتاع لون اللثة ده، وبرضو ان تكون اللثة وردية، والتخلص من الجير اللي بيبقى حوالين اللثة. يلا بينا نقول مكونات الوصفة بتاعتنا. مكونات سهلة جدا موجودة عندنا كلنا في البيت. اول حاجة معانا النهاردة هو القرنفل او المسمار. طبعا كلنا عارفين القرنفل او المسمار، وده شكله يا حبايب قلبي اهو القرنفل او المسمار. طيب وهنحتاج برضو معلقة من اليانسون اللي هو حبة الحلاوة اهو، ده اليانسون. وهنحتاج معلقة واحدة من الشمر او النافع اهو، زي ما احنا شايفين ده الشمر او النافع. طيب هنستعملهم ازاي بقى الثلاث مكونات بتوعنا دول؟ الثلاث مكونات بتوعنا دول هنطحن معلقة من القرنفل، ومعلقة من اليانسون، ومعلقة من النافع او الشمر، وزي ما احنا عاملينهم كده بالشكل ده. ادي القرنفل بعد ما طحنته، واليانسون والنافع او الشمر. انا بقول لكم الاسامي عشان في دول تانية الاسامي عندها بتبقى مختلفة. يبقى حبة الحلاوة اللي هي اليانسون، والقرنفل اللي هو المسمار، والنافع اللي هو الشمر. هنعمل ايه بقى؟ هنخلط المكونات بتاعتنا دي كلها على بعضها بعد ما طحناها. ده القرنفل اهو بعد ما طحنته اهو بالشكل ده، هنخلطها على بعضها كده. طبعا يا ريت تطحنيها اكتر من كده، عايزاكي تنعميها كويس جدا، تكون ناعمه خالص خالص اهو. هنقلبها بالشكل ده، وهتجيبي الفرشه بتاعتك اهي، الفرشه اللي انت بتستعمليها للاسنان، هتغمريها في الميه كده اهو، الميه بتاعتك كده، وهتجيبي تشيلي بيها كده، وهتدعكي بيها بقى اللثة بتاعتك من فوق ومن تحت. تركزي كويس جدا على اللثة، هتحصلي على لثة بيضاء لثة وردية ان شاء الله، جميلة جدا جدا. ده غير رائحة الفم هتبقى جميلة برضو، بتعالج رائحة الفم الكريهة، بتشيل الجير والتسوس اللي بيبقى موجود في الاسنان. جميلة جدا جدا يا حبايبي. ان شاء الله باذن الله الوصفة دي تعجبكم وتجيب نتيجة فعالة معاكم. من الوصفات الجميلة جدا اللي بتساعد على ان اللثة تكون وردية، وازالة الجير اللي بيبقى موجود حوالين الاسنان، وبرضو بتعالج رائحة الفم الكريهة، بتخلي رائحة فمك جميلة جدا، ومش هتحتاج اي عمليات تجميل في اللثة ولا في الاسنان. دي كانت وصية النهاردة حبايب قلبي، اتمنى انها تعجبكم ان شاء الله. وطبعا اذا عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك لجيجي، عايزين نوصل لعدد كبير قوي من اللايك للفيديو ده. وما تنسوش تشتركوا في القناة اللي ما اشتركش معايا، اتمنى يشرفني ويكون معايا في قناتي ان شاء الله. واستنوني الوصفة الجاية مع وصفة جديدة مع جيجي كل حياتي.